اوعى تكون رايح تعمل حجه او عمره قريب ومش معاك الحاجات دي. اول وتاني حاجه مع بعض، المروحه اللي بتلبسها على قفاك وبتبقى موجهه على وشك كده، وبخاخه ميه زي اللي بنستخدمها في المكوى، لانك دايما بتسمع ان الحر هناك في الخليج فظيع، فبتبقى متخيله زي مصر خانقه كده وشويه حراره زياده، يعني درجتين زياده فيها ايه؟ لا مفيش الكلام ده. الشمس هناك تقطع ديل القرد، قاعده هناك في السماء كده، مفيش بقى ما وراهاش شغل الا الناس اللي تحت. انا نازله احرقهم النهارده. مفيش سحابه بتعدي من قدامها كده تسلم عليها باي باي وترمي ظل، مفيش الكلام ده. وبعدين لو راجل اعرق اتبلى. اصلا كنت بروح اتوضى فور فن، هدومي كانت بتتبل ميه من الحنفيه اللي عماله بتطرطش في كل حته، بلف كده بنشف. انا لو بتوضى بميه بودره مش هيحصل كده. فالبخاخه والمروحه هيفيدوك جدا بقى في الحوار ده. البخاخه اولا عشان توفر معاك في استخدام الميه شويه، لان مش فارق ان انت تدلق على نفسك ميه قوي، انت ممكن تبخ نفسك كده ترطب نفسك، بعدين المروحه بقى هتبرد راسك. ولو اتفزلكت وما خدتش معاك الحاجات دي وفضلت بقى انا هستحمل كل ده وهقف في الشمس، بسلم لي بقى على الحراره اللي هتطلع من كل خرم في جسمك، هتبقى شغال توم وجيري بتطلع دخان بس كده. تالت حاجه، اوعى تعمل باقه تجوال وانت مسافر من مصر. هناك بتوصل المطار بيدللوا على الخطوط، وارخص 100 مره من اللي موجود في مصر. يعني انت ارخص باقه ممكن تجيبها هناك تقريبا في حدود ال 40 ريال 35 ريال، حاجه كده في رينج ال 560 جنيه. ارخص باقه تجوال هتعملها هنا في مصر ب 600 جنيه لسه بلس، يعني لسه هتدفع الضرايب والحاجات دي اللي هي هتوصل ل 40%، هتلاقي نفسك دافع 1000 جنيه. فانت بالفلوس دي ممكن تجيب لك باقتين هناك. وبالمناسبه الباقه دي بتقعد اسبوع بس لو قاعد بقى اسبوعين في الباقه الثانيه ب 60 ريال، قرب 800 900 جنيه كده. الباقه اللي بتقعد اسبوعين هنا في مصر ب 1200 جنيه ولسه هتدفع عليها ضرايب 40%. ده غير ان ما شاء الله النت عندهم هناك فيه بركه. قعدت اسبوعين كلمت اهلي، يعني ممكن تقول 6 ساعات فيديو كول. ده غير بقى فيديوهات اللي قعدت اتفرج عليها على الفيسبوك والترندات اللي بتحصل هناك في السعوديه والاخبار اللي بقعد اشوفها، وده كله خلصت 2 3 جيجا وانا ماشي. حضرتك انا لو كنت عملت ده كله كنت غيرت لي بتاع 10 باقات مثلا في مصر. الباقه في مصر بتحاسبك على النفس تقريبا، في حاجه غريبه. ورابع حاجه، لازم شنطه بتتلبس لقدام. استنى يا فزلوك يا اللي بتقول معايا شنطه الظهر، لو فكرت تخش بشنطه الظهر دي هناك الجامع هما هيسيبوك تمشي عادي في الساحات بره، بس لو جيت تخش جوه في حد هيفتشك، ولو في اليوم ده هو متضايق شويه هيرجعكوا بيتكوا تاني. خامس حاجه، لو ناوي تخش المسجد وما تطلعش ما بين الصلوات وتقضي الوقت جوه تقرا قران، لازمك السجاده اللي بتتني ظهرها كده وبتقعد عليها وما تتفزلكش. انت ما كملتش ال 30 سنه وغضاريفك بتنقح عليك. ودي جيبها من هناك، سعرها هناك 20 ريال يعني قرب 300 جنيه. هنا في مصر ممكن تجيبها ب 600 700 انت وحظك. واهم حاجه وهي سابع حاجه، لازم تجيب العداد بتاع التسابيح، مش عشان تسبح عليه، لا عشان تعد عليه الاشواط بتاعه الطواف. اوعى تعتمد على ذاكره السمك بتاعتك، مفيش الكلام ده. انت ممكن تفتكر اول شوط، تالت شوط، في 4 تانيين بقى بوريني لو افتكرتهم فجاه كده، اللي هو انا دلوقتي في الخامس ولا في السادس؟ طب وانا كنت بادئ في السابع ولا انا اصلا خلصت السابع؟ ولا انا دلوقتي في العاشر ولا انا في انا بقالي كتير هنا يا جدعان. ولو معاك حد انتوا الاثنين هتنسوا بعض اصلا، فخد معاك العداد بتاع التسبيح ده وخلص الشوط ودوس يا رب، بس ما تنساش تدوس عليه، فتبقى دي كارثه بقى تانية. دي خلاص يعني ما في، انت في صيانه محتاج نعملها، في حاجه بايظه. هو احنا في نقطه كام دلوقتي؟ يا دي النيله السوح. المهم من المعلومات اللي لازم تبقى عارفها وانت هناك، ان بلاط الحرم كله موجه ناحيه الكعبه. كل اللي انت محتاج تبقى عارفه، الكعبه في وشك ولا في ظهرك. فما تتفزلكش كتير وتطلع بقى روح الجي بي اس اللي جواك وجوجل مابس اللي لابسك وتسنتر نفسك وتصلي في اي حته. في الاخر هتلاقي الكعبه كده وانت بتصلي بقى بعيد، ما انت بتفهمش بقى انت موجه وشك فين. ما البلاط اهو غريب. واخرا، احسن وقت تزور فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العشاء بساعه كده او ساعتين، في حاله ان الدنيا زحمه جامد، معظم الناس خلاص طلعت على اوضها تنام وناس قليله اللي داخله. لو اتفزلكت بقى وحبيت تخش في الزحمه، هو انت هتخش بس هتشوفه كده من بعيد بقى، اللي هو يعني ايه، بينك وما بينه بتاع 3 متر. لو دخلت والزحمه قليله هتبقى معدي من قدامه كده، ما بينك وما بينه نص متر بالظبط يعني مثلا. وبس كده، ربنا يكتبها لي ويكتبها لكم قريب، واؤكد لك ان انت ان شاء الله هتتبسط هناك. وبس كده، كان معاكم زيزو، السلام عليكم.